المغير، فاكرين البقرة الحلوب اللي رشا عزب رويته في اعتصام وزارة الثقافة قبل خلع الطرطور مرسي؟ هو كمان بيقول ايه؟ بيقول ان هو بيهاجم، يا ريت تجيبوا لنا صورته وهو بياخد بالقلم على قفاه. يعني بيهاجم الناس وبيقول لك ان المخابرات هي اللي عملتها، وان اللي بيتهم احنا معانا سياده اللواء علاء عبد الظاهر مدير اداره الحمايه المدنيه بمديريه امن القاهره. مساء الخير يا سياده اللواء. مساء الخير يا فندم، مدير اداره المفرقعات بالقاهره. اهلا بيك علاء بيه. البقاء لله في العميد طارق المرجاوي ويعني ربنا يعني يقويكم، انتوا في مأمورية وفي واجب وطني كبير سيتحدث التاريخ عنه يوما ما. الدوام لله وحده يا فندم، ونحتسبه عند الله شهيد، وهو طبعا شهيد الامه كلها يعني طبعا، وربنا يرحمه يا رب ويعفو عنه يا رب. حضرتك النهارده عملتوا تمشيط لمحيط والجامعة حلوان. تمام يا فندم، تمام. النهارده وكل يوم ده التوجيهات ان احنا بنعمل تمشيط للازهر وحلوان وكل الجامعات وكل المدارس يوميه، دي حاجه يومي يعني. طب انا عايز اسال سؤال يا فندم، يعني بما انك يعني انت يعني مدير الاداره، يعني القنابل دي ازاي احنا يعني وصلنا لما انفجرت؟ والله طبعا يعني انا مش بتهم تقصير من الناحيه الامنيه، لكن احنا طبعا المساحات واسعه ومساحات كبيره، والراجل اللي بيتلصص ان هو يحط في مكان هي اولا خارج الحرم الجامعي او وتاني حاجه مش جنب سور الجامعه، لكن احنا المكان اللي احنا بنامنه دايما عشان نامن الطلبه اللي هم بيفعلوا الافعال ديت داخل الحرم او بيحاولوا كده، احنا بنامن حوالين الحرم الجامعي من الخارج والاسوار ان ما يكونش فيه اي عبوه، يكون اي طلبه داخلين يحصل عليهم تعدي او تاثير من تاثير الانفجارات اللي بتتم. ايوه فهمت. لكن المكان هو كان بعيد في اماكن الحمايه الخارجيه بتاعت الشرطه. ايوه. وما كانش المقصد بها المواطنين العاديين، ولكنها كانت مقصد بها القوات الامنيه اللي موجوده. هل سياده اللواء هل تجد ان في تربص بضباط وقيادات بعينها يعني في هذا التفجير اليوم الذي حدث اليوم؟ هو فعلا عمليه رصد زي ما حضرتك اشرت كده، هي عمليه رصد لمكان تمركز القوات او المكان المحتمل بيقعدوا فيه القوات، وبيحطوا بيزرعوا عبوه او 2 أو 3 زي ما حصل النهارده في المكان، عشان ان ما نفعتش واحده تتم الثانيه، او لو انفجرت واحده بتتجمع القوات او خبراء الادله وخبراء المفرقعات عشان يعقموا المكان او يفتشوا بعد عبوه الفتح الاولى. بيحصل بعد كده ان هم يفجروا عن بعد عبوه ثاني تبقى حققت الهدف بتاعهم باصابه اكثر ناس من جهاز الشرطه او من جهاز الجيش او من الجيش. يعني عندما اكتشف العميد طارق رحمه الله عليه الشهيد طارق المرجاوي هو واللواء عبد الرؤوف الصرفي هذه العبوه ومن كانوا معهم من قوات، هل كانت العبوه امامهم وبيحاولوا يبطلوا مفعولها ولا هم كانوا واقفين والعبوه طالتهم؟ لا، هو سيادة العميد طارق هو مش منوط بكشف المفرقعات، لكن هو مدير قطاع مباحث، مفتش مباحث الغرب. فهو كان موجود لتامين دخول الطلبه، واللي هو التامين اليومي للمنشاه نفسها كجامعه وتامين الطلاب، وكان موجود زي القوات عشان منع اي احتكاكات بين الطلبه وبين الجامعات اللي هي المتطرفه. هل هذه العبوه يا فندم كانت من العبوات اللي هي تفجير عن بعد ام عبوات بدائيه؟ لا، هو من تمام العمليه النهارده كده تعتبر من العمليه من التفجير عن بعد، ولان هو طبعا تم رصد اول ما وصول الضباط وتواجدهم في المكان تم تفجير العبوه. البقاء لله يا فندم مرة أخرى في كل شهداء الشرطة. طبعا شهداء مصر وشهداء طبعا دول شهدائنا، دول اخواتنا، لأن هو بيضحوا بروحهم ووجودوا بروحهم عشان خاطر الوطن وعشان خاطر أمن المواطنين. لسه قايل والله الكلام ده يا فندم من شويه. يعني البقاء لله مرة أخرى. أشكرك جدا سيادة اللواء علاء عبد الظاهر مدير إدارة الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة.